بصراحة مع أجيب سليكي. مستمعينا كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامج بصراحة، من الآن حتى الساعة 3 صباحا. هذه الحلقة الاستثنائية التي نقدم فيها سبقا إذاعيا للمستمع الكريم والمستمعة الكريمة. تحدثنا في أكثر من مرة عن المشاكل، وتحدثنا عن آلام هذا المجتمع وعن ملفات خطيرة جدا، ولكن لم يسبق لنا أن طرحنا موضوعا مرتبطا بالإخلال العلني بالحياء العام. هذا الموضوع الذي طغى على الساحة الإعلامية وأصبح حديث الصغير والكبير في مجتمعنا المغربي، وأصبح أيضا حديث الإعلام حتى العالمي. هذا الموضوع اعتبره الحقوقيون مسا بالحرية الفردية، واعتبره المحافظون مسا بالاحترام داخل المجتمع، ومسا بالمرجعية الإسلامية لهذا المجتمع. بين هذا التيار وذاك يصطف برنامج بصراحة ليعطي الكلمة للمعنيتين بالأمر. لأول مرة الإذاعة نستضيف ما بات يعرف بقضية فتاتي إنزغان. أشنو وقع بالضبط لهاد البنات بتاريخ 14/6/2015؟ المغالطة الأولى اللي كاينة عند الرأي العام وعند مجموعة كبيرة من الناس هو أن هذا المشكل وقع في شهر رمضان. هذا غلط. المشكل وقع قبل شهر رمضان، أنه مجموعة ديال الناس مني بدأ المشكل بدأت الإشاعات وبدأت الأمور يعني تخرج عن السيطرة. أحيانا بدأ الناس يؤلفون القصص والروايات والحكايات عن هذا المشكل، وبدأت يعني النار تنتشر كما تنتشر يعني في الهشيم. يعني هذه مسألة معروفة في المجتمع ديالنا، مع الأسف يصدق الإشاعة ولا يصدق الرواية الأصلية والحقيقية. اليوم جئناكم بالخبر اليقين وبالكلام المفيد. البنات غادي يهضروا على المشكل ديالهم اللي هما اليوم ضيوف في برنامج بصراحة. كنحيي كل المستمعين اللي كيتابعونا داخل المغرب وخارج المغرب. كنحيي أيضا رواد صفحة البرنامج. آراؤكم وأفكاركم على صفحتي البرنامج بصراحة غادي بلوس وأديب غادي بلوس. يحضر معي هنا بالاستوديو البنت الأولى والبنت الثانية لأسباب خاصة وعائلية، لن نذكر الأسماء ديالهم، وهذا مسألة اختيارية يحترمها البرنامج. يحضر أيضا معي هنا بالاستوديو الأستاذ بكار السباعي، المحامي بهيئة أكادير والحقوقي. حضر بناء على طلب الفتاتين ديال إنزغان باعتباره المحامي الذي تبنى هذه القضية واشتغل عليها منذ بدايتها الأولى إلى اليوم، وهو حاضر معنا ليتحدث عن الجانب الحقوقي في هذه القضية، على اعتبار أن هناك مجموعة من المحامون عبروا عن رغبتهم في المساهمة والترافع في هذه القضية، إلا أن الفتاتين اختارتا الأستاذ بكار السباعي الذي تبنى هذه القضية إلى جانب زملائه في المهنة ليشتغلوا كلهم في الترافع لصالح فتاتي إنزغان. يعني التاريخ كما قلت هو تاريخ قبيل شهر رمضان. ما هي التهمة التي تمت متابعة الفتاتين بها؟ هي الإخلال العلني بالحياء العام، حالة التلبس. هذا ما تشير إليه محاضر الضابطة القضائية التي أنجزت بهذا التاريخ، تاريخ 14/6/2015 على الساعة 1 زوالا. اليوم سنعطي الكلمة لهم بجوج باش يهضروا على أشنو وقع لهم. بداية مرحبا بكم. سلام. ممكن تقربوا الميكروفون نسمعكم بشكل واضح. أهلا بكم، مرحبا بكم. شكرا. هذا أول لقاء كيجمعكم بالإعلام. لقاء مطول. درتوا لقاء على القناة الثانية، ولكن كان مقتضب ما فهموش فيه الناس المشكل ديالكم. أنتم الآن تخاطبون المغاربة وتخاطبون العالم كله اللي تبع القضية ديالكم. قضيتكم مابقاش قضية رأي عام محلي ولا وطني، ولا قضية رأي عام دولي. يعني قنوات كثيرة تتابع القضية ديالكم بشكل دقيق، خرجات إعلامية لحقوقيين، لجمعيات، لمحامين، الكل أصبح يتحدث عن المشكل ديالكم. ولكن كل شيء كيهضر على المشكل وانتم ما هضرتوش عليه. هذه فرصة أنكم تواصلوا مع المغاربة وتعاودوا لهم المشكل ديالكم من الأول حتى الآخر. أشنو وقع لكم
النهار ديال 14/6/2015. تفضلي. اهلا بك. اهلا. خويا حنايا ما درنا والو، ما داكشي عادي. خرجنا مشينا للسوق نتغداو كاين الناس مغاربه. اش من ساعه؟ الساعه 1:30. الوحده ونص. 1:30 ديال النهار. مشينا وقفنا الطوموبيل امام المحل التجاري. مشينا دخلنا، اول حاجه طلب من صديقه ديالي نمر التليفون ديالها. شكون هو هذا؟ بائع متجول. غير اش من ساعه مشيتوا بالضبط تما كاين؟ 1:30. 1:30 مشيتوا. يعني مشيتوا على اساس تقداو شي حاجه من انزكان. فين في انزكان بالضبط؟ فين؟ حدا القواس. حدا القواس. دخلنا صافي. المهم رفضنا نيميرو التليفون. هذا شنو كيبيع هذا بعدا؟ هذا ما شفناش في الاول، غير كان تابعنا. كنتابعكم. يعني هذا يعني تبعكم من الدخله ديال السوق. منين حطينا الطوموبيله وهو تابعنا. دخلنا عند مول ماكياج بنا نتغداو. ايوا. منين قال لنا هذاك النمره ديال التليفون ما بغيناش نعطيوها له. دخلنا المحل بنا نتغداو بحال هكذا، واحد شويه كنسمعوا صداع في برا. منين خرجنا لقينا البشر تجمع، ما فهمنا والو. سمعك لابسين لباس عادي، اي وحده كتلبسو. ما عرفتش. يعني تبعكم من قبل من دخلتوا من السوق تبعكم؟ كي غوتو انا جاني بعدا، انا بعدا تصدمت حاليا دابا مصدومه. لا انا مقدر الحاله النفسيه اللي انت فيها، غير بغيتك تركزي معايا اكثر. احنا حاولنا اننا من ناخذكمش في البدايه ديال المشكل. عرفنا انه يكون لكم ضغط نفسي كبير وكنتوا في واحد الحاله نفسيه ماشي هذيك. الان اعتقد ان نفسكم ارتاحت شويه. التضامن معكم كبير رغم وجود اصوات اخرى، ولكن نبغيك تكوني اكثر هدوء وتحكي لنا من البدايه حتى للنهايه. يعني قبل ما يتجمعوا الناس، قبل ما يوقع المشكل، هذا السيد قلت لي بانه تبعكم من الدخله ديال السوق. مشيتوا عند مول الماكياج، بقى تبعكم؟ صافي بقى تبعنا. دخلنا عند مول الماكياج، فاش بغينا كنتقداو سالينا سمعنا الصداع على برا. يعني السب والشاتم وهادي. وانتم في المحل عند مول الماكياج؟ ما خرجناش. ما خرجتوش. وقلنا لمول الماكياج اش هذا الشيء، قال لنا ما عرفتش. بقينا حنا هكا نشوفوا، منين شفنا داك بنادم تجمع بزاف قلنا لهم عيطوا لنا على البوليس. يعني بقيتوا عند مول الماكياج؟ ما خرجناش. ما خرجتوش من تما؟ لا. طيب يعني كان غير واحد اللي تابعكم ولا جوج ولا شحال من واحد؟ في داك في الاول كان غير واحد. من بعد البشر من بعد البشر 1000 واحد، نقول لك اكثر بنادم معمر. ما بقيتش، ما ولاش كيبان ليا بعد، انا كاع ولا كيبان ليا كلشي غير بشر. يعني واش هما كانوا يعني هذا اللي كان تابعكم ما بغاش تعطيه الرقم ودار لكم هذه الحاله هذه ولا شنو بالضبط؟ بحال هكذا ما رضاش، ما عرفتش. هو اللي جمع الناس؟ ما بشر تجمع، ما فهمت والو. انا يتجمع ما بقيت فاهمه والو منين تجمع البشر. نعم. يعني واش كان هو هضر معاك انت ولا معاه هي؟ مع من هضر بالضبط؟ في الاول جات صار علينا انا وياها. شنو هاد الصراحه اللي قال لكم؟ شنو بقينا كنردوا عليه؟ لا شنو قال لكم باش دابا انا غتعاودوا لي النمره ديال التليفون. لا دابا انا بغيتك تعاودي لي بالتفاصيل. انا اطلعت على مجموعه من المعطيات، ولكن هي معطيات ضبابيه نوعا ما، فيها واحد النوع ديال الغموض في القضيه. هذه القضيه ديال التحرش ديال 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 الناس بعضياتهم في المجتمع، يعني الدراري كيتحرشوا على البنات، هذه مساله يعني كتوقع في المجتمع ديالنا بزاف. عاودوا لنا هذا السيد شنو قال لك؟ اولهم هبطنا من الطوموبيل. هبطتي من الطوموبيل؟ هبطنا. جا السيد تبعنا. ايوا. عطينا النمره ديال التليفون، قلت له انا لا. قلت له ماش نعطيك. بقى مصر باش نعطيه النمره، قلت له لا ماش نعطيك. بقى تابعنا حتى شافنا فين دخلنا للمحل. حنا قلنا صافي مشى. منين دخلنا عند مول المحل بقينا كنتقداو. كملنا التقديه ديالنا، بينا نخرجوا لقينا البشر عامر تما وكيغوتوا كيقولوا لهم خرجوهم. اش بغاو يخرجوا فينا؟ ما درنا والو، لابسين كسوه عاديه ماشي شي كسوه. والبوليس راه شافوا كلشي، قلنا لهم حنا عيطوا لينا للبوليس. وكان كنا دايرين شي حاجه ما عرفتش نقول لهم عيطوا لينا للبوليس يجيو لعندنا. نعم. يعني انتم اللي طلبتوا تدخل ديال رجال الامن؟ انتم اللي طلبتوه.
قلنا لهم قلت لهم انا ما نخرجش تيجيو الامن عندنا يشوفوا هذا الشيء. بقينا واحد الفتره قصيره وجاو الامن يعني تدخلوا. طيب شنو نوع الكلام اللي دار بينك وبينه؟ قلتي لي بانك هضرتي معاه، شنو قلتي ليه يعني فاش كان كيبسل عليك في الاول؟ ما هضرتش معاه في الاول. بقى ملح علينا على النمره، ما هضرتش معاه حتى الاخر ودرت فيه. درت فيه ودخلنا عند ماما. كاش كانت معايا صاحبتي، كانت مع خالتها وبنتها. يعني ما كنتوش بوحدكم؟ لا. داكور. يعني هنا عائله يعني فهمتي اون فامي زعما. كنا معك عائله، كانت المراه وبنتها. بنت صغيره وبنت اختها. بنت صغيره شحال في عمرها؟ عندها 20 عام. 20 عام. يعني انتم كنتوا خارجين، يعني انت وصاحبتك اللي معك دابا والسيده وبنتها. يعني خارجين كاملين، ماشي خارجين بوحدكم او لا. يعني هذا معطى انا الاول مره كنسمعوا، رغم انني تبعت هذه القضيه، ومع العلم ان هذا المعطى هذا غير ظاهر يعني في المحاضر ديال الضابطه القضائيه. دي مساله غير واضحه، يعني انكم كنتوا كاملين. ما الا ممكن لا السيده عافاك خليهم يركزوا في الهضره ديالهم. ركزوا معايا انا، انتم اللي كنتوا حاضرين انتم اللي غتعرفوا تعاودوا. الا كان شي مداخله ديال هذه السيده من بعد ناخذوها من بعد، يعني نعرفوا طبيعه علاقتها بالموضوع وناخذوها. ركزي معايا عافاك، كنتوا كاملين اون فامي. هذا السيد اللي جاب السي عليكم ما احترمش انكم خارجين كاملين، جا هضر معاك انت، بغى الرقم ديالك، رديتي عليه درتي فيه. واش كان الرد ديالك عليه عنيف او لا باداب او كيفاش تعاملتي معاه؟ قلت له عافاك بدل بساعه اخرى. هذه هي الكلمه اللي قلت ليه. قلت لي ما عرفتش نعطيك النمره ديال التليفون. قلت لي بدل بساعه اخرى. شنو قال لك هو؟ صافي بدا في السب والشتم. كلام قبيح بزاف. صافي خليته ودخلنا المحل. انت ما دخلتيش مني شي صاحبتك تهضر معاها بقيتي ساكته؟ لا ما دخلتش، حيت انا اصلا قلت له صافي بعد منها باش تعطيك نيميرو التليفون. صافي بعد. صافي فاش دخلنا المحل بقاو تيقولوا الفاسدات. فهمتي اليوميات يعني فوالا. خرجوا بغينا يعني بزاف الهضرات قالت. وصافي وحنا طلبنا رجل الامن. طلبتوا رجل الامن. نعم. بقيتوا كلكم في ذاك المحل داخل كاملين؟ ما حيت ما يمكنش نخرجوا. بزاف ديال الناس عملنا نهضروا معنا، يعني ما كاينش، كلشي كيسب كلشي كيشتم. ما فهمنا والو. مول المحل كيفاش تعامل مع هذه الواقعات؟ في الاول كان باغي يخرجنا، ولكن قلنا له حنا ما نخرجوش من هنا، تيجي البوليس. من حقهم يعني. ولكن حنا الا شفنا وجوه هذوك اللي داروا لينا هكذا كنقدروا نتعرفوا عليهم. وعرفناهم. و درنا لهم باش نطالبوا. درتوا شكايه يعني بالتحرش؟ درنا شكايه. تعرفتوا عليهم؟ تعرفنا عليهم. شحال من واحد بهم هما؟ 4. هاد 4 هادو كان واحد في الاول، كيفاش ولاو 4؟ مشى مع صحابه. لا يعني المشكل وقع لكم مع واحد، علاش هاد الواحد ما تابعتوش بوحدو؟ لا حيت ما يمكنش، حيت هو فاش كانوا صحاب وحده. فوالا يعني هما اللي جمعوا صحابهم. يعني هو جا هو صحابه. طيب كانوا 1000 ديال الناس يعني بشر كثير. علاش بالضبط هاد 4 هادو هما اللي تسبوا؟ هما اللي شنو؟ هما اللي حققنا فيهم من الاول. صافي. هادو كيبيعوا يشريوا تما ولا شنو هادو؟ تجار. داكور. تجار في السوق. تجار في السوق. عمركم تقديتوا عندهم كيعرفوكم؟ لا اول خطره هبطنا لين زكان. اول مره كتشوفوا الانزكان. كنمشيو كنتقداو في السوق الا السوق لحد ما عمرنا ما هودنا لين زكان. طيب هذا المشكل اللي طرحتوه يعني الان فيه معطيات جديده، اولها انكم ما كنتوش بوحدكم، كنتوا خارجين في عائله. ثاني هذا المشكل انه التحرش بدا بواحد وكمل بالعشرات او بالمئات ديال الناس حسب الوصف ديالكم نتوما. تعرفتوا على 4 ديال الناس اللي تقدمتوا بشكايه عن طريق الاستاذ المحامي بتهمه التحرش بكم، وهي الان يعني موضوعه يعني عند السلطات المختصه. دابا غادي نجيو من يبقاو سادين عليكم، واش التزمتوا الصمت او بقيتوا كتردوا معاهم؟ عاودوا لينا شويه عليكم. مني سدوا عليكم، مني جاو هما قدام المحل ديال مول المكياج وبقاو يعني باغيين يضربوكم او لا كيسبوا او لا كيعايروا، كيفاش عملتوا نتوما مع هذا الموقف؟ احنا مصدومين. كنا مصدومين الصدمه ما نقولش لك. انا بعدا رجليا ما كانوش قادرين يهزوني. كنتوا خايفين؟ بزاف. ما نكذبش عليك، بعد تعرضنا للاهانه.
انا والشات شحال من حاجه تخلعتو بزاف. بزاف. شنو كان احساسك وانت كتعيشي داك الموقف؟ ما عرفتش، انا ما فهمت والو لحد الان علاش بالضبط كان. يعني ما فهمتوش علاش هذاك رد الفعل العنيف ديك الطريقه. فوالا يعني كاع المدن ديال المغرب ما دايرينش هكا. علاش بالضبط كان؟ كنا في اكادير وما دايرينش لينا هاد الحاله، خارجين باللباس عادي، هي كسوه كتباع، هاد الكساوي كيتباعوا في السوق وكان ما كانوا كيتباعوا في السوق ما لبسوش بحال هاد الكساوي. وإلا خرجتي لاكادير بلا غير لافيل غادي تدور تقريبا كاينين عيالات مزوجات وكيلبسوا هاد اللباس. حيت هاد اللباس انا عادي كنلبس هاد اللباس في دارنا. وإلا خرج فاش هوت لي نزكان ما عرفتش طرا لي عجب. يعني اللباس كتعتقدي بانه هو اللي خلق هذا المشكل؟ داكشي اللي كتبين لينا في المحضر. لا انتم يعني هل تعتقدنا بان لباسكم يعني هو سبب المشكل؟ لا. شنو المشكل؟ شنو سبب المشكل ديالكم؟ شنو هو الرقم اللي بغيتش تعطيه؟ حيت بدات في الاول بالرفض. بدات في الاول بالرفض. يعني هاد رد الفعل هذا يعني اللي داروه همايا لحقاش ما عطاتهمش الرقم. فوالا يعني ما عطاتهمش الرقم، عطات في الاول الرفض. نعم. ما عجبهمش اللباس ولا ما عرفتش. طيب طبيعه الاشخاص اللي انتم عقلتوا عليهم، هناك ايضا اشاعات نبغيكم توضحوا لنا. هاد الاشخاص هادو هل هم يعني تبدو عليهم مظاهر التشدد في الدين؟ واش فعلا هاد الناس هادو يعني ما غاديش نقولوا بانهم يعني شباب يعني لبسهم ديال الشباب، كي داير الشكل ديالهم هاد الناس اللي تحرشوا بكم هادو؟ يعني اغلبيه فيهم داير الحي. لا اللي بستر عليكم شنو داير؟ شنو اللي بستر عليكم كي داير؟ عادي شخص عادي. هذاك الشخص عادي لابس عادي يعني عادي. ما لحقاش كاين اللي كيهضر كيقول لابس فوقيه لا راه كذا لا الباس لا راه كان عادي. دايز وقال لهم واش هذا اللباس هذا راه ما طلب لهم الرقم لا والو. لا الباس عادي كان. لباس عادي. لباس عادي يعني ديالو هو ديال المتحرش. شحال يكون في السن ديالو تقريبا؟ يعني ديك 34 شحال 34 سنه تقريبا. 34 سنه بحال الماتريكول ديال انزكير. طيب هذا الشخص اللي اعتدى عليكم يعني وتحرش بكم، الاشخاص الاخرين الربعه الاخرين اللي نتوما تعرفتوا عليهم كيفاش دايرين؟ بحالو. ما بحالو يعني كيفاش؟ يعني نفس السن نفس الافكار نفس كل شيء. شنو الفرق بيناتهم يعني؟ شنو ما كاينش الفرق بعدا بيناتهم. طيب قلت لي بانه يعني كان شي واحد فيهم داير اللحيه ولا كانوا نقول لك جوج. جوج عاديين. جوج يعني باللحيه ديالهم. ودخلوا علينا المحل هما اللي جوج منهم دخلوا علينا المحل. درت انا في واحد من العصبيه ديالي، درت في واحد قال لنا خرجوا ما تبقاوش في المحل. درت فيه قلت له انا ما خرجتش من هنا تيجي البوليس. يعني بغاو يخرجوكم. بغاو يخرجونا. طيب في نظرك علاش باغيين يخرجوكم؟ علاش باغيين يخرجوكم من المحل؟ ما عرفتش. علاش يديروا شي حاجه اكثر ما داروا. كنتوا كتوقعوا انه يضربوكم؟ لان العنف اللفظي السبان وداك الشيء كان يعني كان كما هو متداول عند الجميع تما كاين. ما كانش ما قنعتهمش داك الشيء. ما قنعهم داك الشيء كانوا باغيين يخرجوكم علاش؟ يعني باش يضربوكم باش ما عرفتش قال لهم راسهم داك النهار. شكون اللي دخل عندكم المحل ديال ماكياج باش يخرجكم؟ كانوا جوج. شكون اللي باللحيه ولا اللي بلا لحيه؟ الواحد باللحيه. غير يعني نبغي اللي غتهضر الاخرى تكونفيرمي يعني تاكد او لا تنفي. واحد كان واحد كان عنده لحيه، واحد كان عادي. واحد كان عنده لحيه وكان عادي. دخلوا عندكم المحل هم بغاو يخرجوكم. قالوا لنا نتوما هاد اللبس باش جايين ماشي لابس، ماشي نتوما جايين بهاد اللبس وشحال ديال الشتم والهضره صافي. قلت لهم انا ما غاديش نخرج، قلت لهم تيجيو البوليس. صافي جاو البوليس. طيب بين المده ديال الاعتداء وبين المده ديال حضور رجال الامن شحال الوقت تقريبا؟ نعم المده ديال الاعتداء عليكم والمده ديال ساعه الا ربع. حنا كنسمعوا في داك الشتم والقوات والسبان.
ومع العلم انهم كيضربوا بالحجر حتى مول المحل. هرسوا مول المحل السلعه ديالو اللي في برا. نعم. مول المحل هرسوا لي شي حاجه؟ هرسوا لي. شنو هرسوا لي؟ هرسوا لي نعم مكياج ديالو ديال اللي كيبيع، يعني كان الحجار وكان الحجار. كان الحجر كاع. وي كانوا تيضربوا بالحجر مول المحل. حنا كنا يعني داخل هذا الرجم هذا يعني. وي بحال هكاك. الحجر ديال الا ممكن لا عافاك الا ممكن هاد السيد هذه اولا غادي الى عاود بغيو نركزوا عافاك باش ما بغيتش نخرجك خارج الاستوديو الله يرضي عليك. حنا مركزين، هذه قضيه خطيره جدا، خليهم يقولوا داك الشيء اللي عارفين، يتذكروا يشرحوا يبينوا باش يمكن الراي العام يوضح. هاد السيده كانت معكم يعني بالمناسبه كانت معكم؟ كانت معكم. غادي ناخذوها حتى هي. طيب مادام كانت معكم حتى هي ممكن ناخذوها وتشرح لنا المشكل شنو وقع عليها حتى هي، غير تخليكم تركزوا في المشكل ديالكم. معطى اخر مهم وخطير جدا، هذه المعطيات هذه استاذي العزيز. بالمناسبه هذا الحوار حضر له الاستاذ بكار سباعي كما قلت، محامي ديال البنات ديال انزكان، المتابعتين بالاخلال العلني بالحياء يحضر معنا. يعني هذه مساله خطيره جدا، وهذه معطيات ربما يتعرف عليها المغاربه لاول مره. اضافه للتعنيف اللفظي كان هناك استعمال الحجاره، يعني الرشق بالحجاره ديال المحل. شكون اللي كان كيشير؟ الناس اللي في برا، اللي كانوا برا، الدراري اللي كانوا برا كيشيروا بالحجر. هرسوا مول المحل كامل اللي عنده تما، هرسوهم ليه. كانت الكاميرا عنده، الكاميرا تما عنده الكاميرا. عنده كاميرا في المحل. صافي. شنو كان رد الفعل ديالهم ملي هرسوا لي المحل؟ بغى يخرجكم ولا دافع عليكم؟ بغى يخرجنا. صافي. خاف. بالسيف راه السيد راه. مع العلم انهم كانوا تجار ديال يعني نفس السوق، فهمتي؟ خاف على السمعه ديالو. على السمعه ديالو مالكمش كديروا سمعه؟ احنا ما درنا والو، ولكن هو خاف من يعني خاف منهم يهرسوا، يزيدوا يهرسوا ليه المحل. يعني الواجهه ديال المحل كانت بالجاج كلها تهرسات؟ من برا كلشي تهرس. علاش ديال السلعه مشات له. علاش؟ لحقاش نتوما داخلين في حيت حنا داخلين عنده المحل وهو ما بغاش يخرجكم. هاد يعني الرشق بالحجاره التجربه اللي عشتوها، يعني اش درتوا؟ تخبيتوا نتوما لداخل في المحل ولا لقيتوا؟ تخبينا في الداخل حتى جاو البوليس. لا فين؟ واش لداخل قدام الكونطوار ولا دخلتوا لداخل؟ لا دخلنا لداخل المحل. فين كيوقف هو؟ لا ماشي فين كيوقف هو، فين كيتقداو الناس. بقيتوا تما مخبيين يعني في الكونطوار؟ مخبيين تما. تجاو البوليس. هذا الرشق هذا يعني خلف ضربت فيكم شي وحده الماكينات؟ لا يعني الرشق يعني خلف غير اضرار. المحل. اضرار ماديه. اضرار ماديه. واخا. مساله اخرى يعني نبغي نسولكم عليها، مده الانتظار طالت، يعني الساعه الا ربع قلت لي تقريبا. عاد جاو رجال الشرطه. هاد المده هذه عشتوا ساعه الا ربع في الجحيم. عشتوا ساعه الا ربع في الجحيم انتوما، ثلاثه ديال الناس، يعني السيده خالتكم وبنتها وانتي وصاحبتك اللي معك. اثناء الاعتداء عليكم فاش كنتوا كتفكروا؟ شنو كنتوا كتفكروا ديروا؟ انا كنفكر نخرج من تما وصافي. فاش كنتي كتفكري؟ فقتي غير يجي البوليس ونخرج. خفتي على حياتك يعني؟ خفت بزاف. ما كاينش وحده فيكم تشجعات وبغات تخرج وما خليتوهاش؟ معنا تهضر. معنا تهضر من بشر بزاف، 1200 سلام. داك الشارع كامل تعمر بالبشر. الشارع كامل دايرين سكان. ما كاين شي واحد زعما قال لهم الله يلعن الشيطان هادشي راه كديروه ماشي هو هذا؟ واش كاين اللي كيزيد كيوقف ويتفرج ومازال كيصوروا وكيزيد حتى هو بالسب والشتم، واخا ما شاف والو، ما حضر والو، ما شاف والو، كيزيد ما عنده ما يدار. يعني نحن امام يعني صوره فيها الكثير من العنف بزاف كاع، يعني فيها الكثير من العنف وفيها الكثير من العدوانيه. انا اتحدث الان كمواطن، واش ما كاينش شي واحد من الناس اللي كانوا هاد الالف اللي كانت مجموعه في السوق ديال انزكان قال لهم نعلوا الشيطان خليو البنات يخرجوا؟ جاو البوليس، والبوليس جاو بوليس بزاف د البوليس باش خرجونا من تما، والبوليس مضاربين معاهم مازال.
باش يخرجنا من تما، باش واخا جاو البوليس ما بغاوش يتفرق البشر. شنو كان احساسك وانتم محاصرين وفي بلادكم وفي السوق؟ شنو كان احساسكم وانتم عايشين هذه اللحظات العسيره؟ نبغي نسمع من الراي ديالك انت ونسمع الراي ديال صاحبتك. انا مرت نفسانيا نكذب عليك، الناس ما بقيتش كنشوفو، وليت مخلوعه. دابا وليت حتى في الزنقه كنخرج كنقول بنادم صافي غيتعرض ليا، صافي الحاله النفسيه ديالي ما بقاتش هي الحاله اللي هذيك الساعه. شنو احساسك في ديك الساعه، في ذاك الوقت اللي كنتي انت محاصره وانت غادا تقضي في واحد السوق ولقيتي الناس محاصرينك وتيشكيروا على الحجر وباغيين يخرجوك، ما عرفاش باغيين يديروا لك؟ شنو كان احساسك ديك الوقت، ديك اللحظه؟ شنو كان احساسك؟ الخوف. سيطر عليك الخوف. نعم. وانتي ما شنو كان؟ عرفتش. ما يمكنش نوصل لك. شنو عشتي؟ كنتي درتي مخلوعه بزاف. اي واحد يكون بلاصتنا يتخلع، يعني داكشي ما يمكنش توصفه ولا تقولوا. يعني تا رجال الامن ما قدوش عليهم عاد بنات. طيب يعني انتم عشتم لحظات في الجحيم، عشتم يعني هذه الدقائق المؤلمه، هذه الدقائق المفزعه. في من فكرتوا ديك اللحظه؟ فين فكرتي؟ في عائلتك؟ في انا راسك؟ فكرت غير في عائلتي. شنو فكرتي؟ شحال من حاجه دارت ليا في الراس. بحالاش؟ لو وصلت عائلتي الاخبار. ولكن انت ما دايرش شي جريمه. واخا ما دايره شي جريمه، غير انت قلتي لي بانه كنتي كتخرجي بهذا اللباس هذا قدام كنخرج عادي قدام عائلتي بهذا اللباس، ولكن غير الهضره اللي غادي تدور تقدر تجي كي قلتي انت كتوصل خبار كاينه وخبار ما كاينه. شي كيقول في رمضان، شي كيقول قبل رمضان. بحال دابا الا وصلوا لهم يقول لهم في رمضان خارجه بداك الحاله، ولا يزيدوا يكذبوا عليهم ويقولوا لهم راه لابسه اكثر من هذا الشيء اللي لابسه. ونصدق انا مع والدي ما نقدرش طيب فكرتي في داركم وفي والديك؟ بزاف. قلتي كيفاش غيتقبلوا هذا الشيء اللي ما وقع غاديش عليه؟ يتقبلوا. ما غاديش يتقبلوا داركم واخا. وانت؟ حتى انا في دارنا. فكرتي في داركم؟ طبيعه العلاقه بين داركم يعني كتلبسوا هذا اللباس، ولكن شنو اللي خفتوا من الاشاعه؟ الاشاعات حيت درت اشاعات. احنا ما كنا لابسين والو، كنا لابسين والو، يعني بزاف الاشاعات. طيب انا غنقول لكم جزء من الاشاعات اللي كنت سمعت وانتم تجاوبون عليها. يعني وما تيقول بانكم كنتوا لابسين لباس شفاف. ما المقصود باللباس الشفاف؟ هو اللباس الذي يظهر يعني اللحم، كيبين اللحم ديال مثلا كتلبسها ما كيبانش لك، كيبان لك اللحم ديال الواحد. ماشي فهمتوا اللباس الشفاف شنو هو؟ يعني كيبين. لا هاد الهضره ما كايناش. شنو اللي كنتي لابسه؟ شنو اللون؟ بحال هاد الكسوانيت اللي لابسه دابا، لابسه عادي، كسوه عاديه. نفس الكسوه كنتوا لابسين؟ كنتوا متفقين على نفس اللبسه؟ لا كنا خدامين في الصالون. يعني اللباس ديال الصالون فاش كنخدموا في وسط الصالون. اللباس ديال الصالون. هنا كمان يتحدث يعني على انه اللباس ديالكم كان صدركم باين. كانوا لا كساوي كيتباع في السوق. تباع في السوق عادي موجودين. واش كنتم متفقين ديما كتلبسوا نفس اللبسه؟ لا غير في الصالون. في الصالون كتلبسوا نفس اللبسه ديال الصالون هكا دايره. يعني كنتوا غترجعوا للخدمه ديك الساعه؟ كنا غادي نرجعوا للخدمه. عندنا كان ديك الساعات غادي نتقداو غير شي برودويات ونرجعوا نكملوا الخدمه ديالنا. يعني جيتوا تقداو المحل وترجعوا تكملوا الخدمه ديالكم بخير وعلى خير. وقعت الواقعه. وقعت الواقعه. طيب هذا الموضوع يعني يحيلنا على ما وراء قدوم رجال الأمن. وهنا غادي ندخلوا في دوامة أخرى اسمها محضر الشرطة واسمها ما نسب إليكم. قبل ما نودعوا هذا الموضوع هذا اللي احنا فتحناه ديال الأول ديال كيفاش وصلتوا للسوق، على جيتوا، شنو كنتوا لابسين، واش شيروا عليكم، كيفاش كانوا دايرين، من المؤكد أن هذه التجربة هذه اللي دازت عليكم هي تجربة مريرة وعندها آثار نفسية خايبة عليكم انتم يعني كبنات. خفتوا على عائلاتكم، خفتوا على انفسكم، خفتوا على السمعة ديالكم. السؤال ديالي لكم بجوج، هاد المسألة ديال الخروج ديالكم بداك اللباس يعني اللي كتعتبروا انتم لباس عادي،
يعني واش الخدمه كتفرض عليكم داك اللباس او داك اللباس يعني قناعه شخصيه ديالكم كتلبسوه؟ داك اللباس اللي كنتو لابسين واش هو فرض عليكم في الخدمه او لا هو قناعه شخصيه كتلبسوه يعني عادي؟ قناعه شخصيه. قناعه شخصيه. لباس عادي. كلشي كيلبس داك اللباس. اي صالون دخلت تلقى داك اللباس، خرجتي الشارع، خرجتي فيما مشيتي اكادير بعدا كنخرج انا باللباس ديالي عادي، ما كاين اللي يهضر معاك. بالضبط كان ما عرفت. اول مره كتعرضي لهذا الموقف هذا؟ اول مره في حياتي تعرضت لهذا الموقف بحال هكذا. انتي؟ حتى انا اول مره كتعرضي لهذا؟ اول مره ما عرفتش واش كان عندها شي قانون خاص ولا ما نعرف. يعني في اكادير كتسراو بخير مشيتو بداك اللباس الانزكان؟ بالضبط انزكان المغرب كامله بالضبط انزكان. اغلبيه اللي كانوا محاصرينكم في المحل التجاري واش اغلبيتهم تجار ولا فيهم تجار فيهم تجار وفيهم ناس جايين يتقداو؟ ماشي. طيب عندي فقط واحد السؤال ومن بعد ننتقلوا من يدوكم البوليس وعنده علاقه بنفس الموضوع. يعني ملي كنتوا غادي من البوليس يعني هناك فيديو يروج عليكم بجوج ملي كنتوا خارجين من المحل وسط الصياح والسبان والبورطابلات تيصوروا والروينه. خرجتوا بجلابات حيت هما عطاوهم لنا. لا بلاتي دوك الجلابات شكون عطاهم لك؟ الناس والبوليس وكل شيء. البوليس قالوا لنا لبسوهم. البوليس فرضوا عليكم داك قالوا لنا لبسوهم باش نخرجوكم. يعني جابوا لكم الا بغيتو نخرجوكم. الا بغيتو نخرجوكم لبسوا داك اللباس، لبسوا الجلابات عاد نخرجوكم. وجابوا لنا واحد التاجر نيت كان تيبيع تما. شي تاجر كان تيبيع تما كاين هو اللي جاب لكم؟ ما عرفتش انا شنو الهدف ديالهم، زعما باش يخبيونا ولا ما عارف. لا علم احنا كنا لابسين عادي زعما يعني باش يروجوا الاشاعات ولا ما. يعني انتم كان ممكن تخرجوا بنفس اللباس ديالكم؟ يعني ممكن حيت اللباس عادي. طيب يعني هذه المساله ديال انكم تبدلوا وتخرجوا تلبسوا جلابات وتخرجوا من المحل وسط يعني حضور كبير من رجال الامن، يعني كانت مساله تفرضت عليكم ماشي انتم اللي اخترتوها؟ هما اللي فرضوا علينا لبسوهم، اللي جابوهم لنا قالوا لنا لبسوهم الا بغيتوا تخرجوا. قال لكم لبسوهم الا بغيتوا تخرجوا. وهذه المساله قبلتوها انتم؟ انت من الامن راه ما تقدر تقول والو. الا قال لك بوليسي شي حاجه اش غتقول له؟ ما عندك. شكون اللي عيطت للامن انت ولا هي؟ انا قلت لهم عيطوا لي الامن. لا انت اللي عيطت انت في التليفون؟ مول المحل ولا عيط للبوليس؟ عيط للبوليس. كي كان التعامل ديال رجال الامن معكم في ديك اللحظه؟ كان التعامل ديالهم زوين خايب؟ كي كان داير؟ لا غير بشويه عليكم عاودوا داكشي اللي كاين. انا بعدا ما عجبنيش. ما عجبنيش التعامل ديالهم. ما عجبكش التعامل ديالهم؟ كيفاش تعاملوا معكم؟ اشرحوا لنا كيفاش تعاملوا معكم. يعني تعاملوا معنا قالوا لنا شحال الطريقه جايين بها وهذه وهذه. والسب تا ما كيسبونا. سبوكم؟ رجال الامن؟ شنو قالوا لكم؟ تدخلنا لا قول لي شنو قالوا لكم. لا في الاول فاش داونا بقى فوقتاش غيخرجونا يديونا للكوميساريه، تهبطونا للكوميساريه عاد بدينا كنسمعوا السبان. لا قلتوا لي بانهم تعاملوا معكم بالطريقه. في الاول فاش جاو تعاملوا معنا قالوا لنا اش هاد اللباس اش هاد الشيء واش ما عندكم ما ديروا يعني فهمتي دخلوا في الحريه ديالنا. صافي وهما جابوا لنا داكشي لبسناه وداونا المقفر. التعامل ديالهم كان كتشوفوا انه كان عادي او كان عنيف حتى هما ولا شنو؟ لا عنيف يعني كان عادي يضروا في الناس يخرجونا هكاك علاش يسترونا حنا ما دايرين والو لباس عادي. يعني ما عرفتش واش كان داكشي اللي لبسونا واش كان عنده دوافع اخرى ما نعرف. يعني خرجوكم حتى هما داروا حقهم حتى هما عاد خرجوا من تما كاينس. طيب وانتم خارجين وسط تلك الجحافل ديال المواطنين والمواطنات، هذا مشهد انا كيذكرني بالبلطجيه التي كنت اشاهدها في التلفزيون بالضبط اثناء الثوره المصريه. يعني تلك البلطجه التي كنا نشاهدها يعني ديال بعض المحسوبين على الثوره، وكيفاش كان بحال مخرجين شي واحد مجلجله. كيفاش كان احسب لنا؟ ما نقول لك بعد انا ما عرفت كاع راسي فوقتاش خرجت. ما قدرت كاع نشوف.
غير حاولي تذكري معايا كيفاش عشتي ديك اللحظات. شنو نقول لك، ملي خرجت من تما راه الحمد لله. شنو نقول لك، كنتي مخلوعه بزاف كاع لواحد الدرجه اللي ما تصورهاش. داك النهار ما دانيش النعاس ولا شتو. نعم. نفس الاحساس كان بيناتكم، يعني كنتوا خايفين بجوج؟ شكون كان؟ ما كاينش وحده كتقوي الاخرى وكتحاول تشجعها، ولا كنتوا في نفس الحاله بجوجكم؟ لا ما يمكنش تشوف البشر لذاك الدرجه، يعني داك المنظر عرفتي كي داير قوه البشر، ما كيبان لك كاع كلشي كيبان لك بنادم، بحال ما عمرهم ما شافوا بنات خارجين. بنات خارجين. شنو الهضره اللي كنتوا كتسمعوا؟ شاتو السبان وات هضره كاع ما كتلاق تقال، هضره خايبه بزاف، يعني فيها لا حول ولا قوه الا بالله. انا اشياء اكتشفها لاول مره، الصورة ازدادت ألما في داخلي صراحة. سنواصل الحديث معكم، لكن سندخل هذه المرة مخفر الشرطة لنستمع كيف عشتم هذه التجربة، تجربة الاستماع لكنا في محضر رسمي تحت إشراف الضابطة القضائية الذي انتهى بمتابعتكن بالإخلال العلني بالحياء العام. ابقوا معنا لقصة فتاتي إنزغان وما يروج على الصايا، والحديث دائما عن قضية أثارت الرأي العام المحلي الوطني وحتى الدولي، قضية فتاتي إنزغان وما يعرف بالصايا. هذه القضية اتضح من خلال استضافة الفتاتين الإنزغان حصريا على غاديو بلوس في برنامج بصراحة، وبحضور محامي يعني الذي ينوب عنهن في هذه القضية الأستاذ بكار صباعي. تعرفنا على مجموعة من الحقائق ومجموعة من المغالطات التي كانت يعني تعج بها يعني الكتابات الصحفية أحيانا وما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الخرجة الإعلامية ديال البلاد المتابعات بالإخلال العلني بالحياء. أميط اللثام على مجموعة من الحقائق ومجموعة من المغالطات تم تصحيحها ومجموعة من الإشاعات أيضا تم دحضها. نواصل دائما الآن، سندخل جميعا إلى مخفر الشرطة ورحلة أخرى من رحلات الاستماع إلى يعني هاد البنات وأشنو تقال لهم. كانت المعاملة ديال رجال البوليس معاملة فضة كما قلتوا لي، لبسوكم بزمنكم جلالب باش يخرجوكم من تما بحال انتم يعني عريانات بحال ما لابسات والو. بصورة خاطفة يعني هذا المحضر انتم سنيتوا عليه، هذا المحضر هذا يعني سنيتوا عليه ولا بصمتوا ولا شنو؟ بصمنا عليه ولاني ما قريناش شنو فيه. علاش ما قريتوش؟ ما قلت لي نقراه، قال لي ما فيه والو غير سني. صافي قلت انا غنعطيك جانب من اشنو كاين فيه وغادي نخليك التعليق يعني عليه. ركزي مع شنو غادي نقول في هذا المحضر الذي فيه الكثير من الامور الخطيره جدا. على لسانكم ثم كتقولوا أؤكد لكم أنني أرتدي لباسا ضيقا وتقاسيم وتفاصيل جسمي واضحة، كما أن فخذي واضحين أو فخذي واضحين وكذلك جزء من صدري. هذا كلامك. سؤال آخر جواب ديالك كان عليه، أؤكد لكم، هذا محضر ديال الضابطة القضائية، وأكد لكم أن اللباس الذي كنت أرتديه أثار انتباه جميع المارة نظرا لقصره وضيقه. اللباس قصير وضيق عليكم. نقطة أخرى ننتقل لها. وأكد لكم، وهذا كلامك أنت، أنني أعتبر طريقة لباسي هذا جزءا من حريتي الشخصية ولا دخل لأي شخص به، والغرض من ارتدائي له هو إظهار مفاتن جسمي واستمالة الرجال. استمالة الرجال زعما يعني جري عندك الرجال، يعني يقولوا تابعينك
مسألة أخرى، أؤكد لكم أن مجموعة من المارة استنكروا نوع اللباس الذي كنت أرتديه بمعية صديقتي الماثلة أمامكم، وشرعوا في الصفير والصياح ومنعونا من مواصلة سيرنا، كما حاولوا تعريضنا للعنف لولا تدخل وحضور عناصر الشرطة. آخر تصريح لي قلتي، وأكد لكم ما جاء في تصريحاتي. هذا كل ما لدي من تصريحات في الموضوع، أدلي بها لكم بعد التلاوة. الموافقة بصمت ووقعنا والمساعد، يعني بصمتي البصمة ديالك هي كاينة هنايا. الغريب في الأمر هو أنه يعني نفس الأسئلة، هذا العميد ديال الشرطة أو هذا السيد اللي دار هذا المحضر هذا هو عميد دار كوبي كولي. غنمشيو الكلام ديال الصديقه ديالك اللي حاضره معنا حتى هي هنايا. أؤكد لكم أنني كنت أرتدي لباسا ضيقا وتقاسيم وتفاصيل جسمي واضحة، كما أن فخذي واضحين وجزء من صدري كذلك، وهي نفس الملابس التي ترتديها صديقتي. نفس الهضرة عودتها، تؤكد من خلالها يعني نفس الهضرة اللي قلتي انت عاودتها صاحبتك. واش انتم قلتوا هذا الشيء هذا؟ لا اخويا ما قلناش هاد الهضره. شنو قلتوا؟ لان هذا محضر رغم انه يعني حسب لغه العارفين بالامر، والاستاذ يحضر معنا الاستاذ بكر سبعي، محاضر الضابطه القضائيه يعني هي للاستئناس فقط امام القضاء. استاذ الكريم، بالنسبه لمحاضر الضابطه القضائيه يعني اذا ممكن يعني نعطيو الاستاذ الميكروفون باش يجاوبنا على هذا السؤال هذا، لانه ما كتب شيء وفقط سؤال تقني في البرنامج. محاضر الضابطة القضائية أستاذي الكريم، يعني هل يعتد بها بشكل رسمي أم يستأنس بها عندما يتعلق الأمر بالتحقيق يعني من طرف القاضي؟ أولا أريد أن أقول أن أولا تنشكر راديو بلوس، وتنشكر الاستدعاء ديالكم اللي حضروا عندكم الموكلة ديالنا، وتنشكر كذلك الثقة اللي وضعوا فينا، لأن ملي وقع هذا المشكل اتصلوا بأحد الزبونات والموكلات اللي كانت عندنا في المكتب ديالنا، واللي قالت لهم راه كاين استاذ اللي عيساعدكم في الموضوع واللي عيدافع على القضيه ديالكم. فعلا حنا خدينا الملف، مشينا وضعنا النيابه ديالنا، طلعنا جبنا المحضر. الخطير في الامر ان ملي اتصلنا بهم وجاو عندنا المكتب قلنا لهم راه عندكم جلسه ديال 6/7 يعني ديال الاثنين المقبل ان شاء الله، انهم ما فراسهمش بان الجلسه كاينه نهائيا. هذا هو الخطر كذلك في الامر. بخصوص سؤالكم حول محاضر الضابطه القضائيه، لان تنعرف هذا المحضر تيدعي فيه ضابط الشرطه القضائيه انه انجز بناء على حاله تلبس. اول حاله تلبس اللي تجعل محضر الضابطه القضائيه يوثق بمضمونه ما لم يرد ما يخالفه، هي الحاله اللي تيعينها ضابط الشرطه القضائيه شخصيا. ضابط الشرطه القضائيه ما كانش حاضر، كانت حاضره فرقه ديال النجده اللي بعد ما اتصال بها لوجود واحد الفتاتين اللي تم محاصرتهم من طرف واحد المجموعه ديال الاشخاص داخل محل تجاري، جت على وجه السرعه، يعني رغم انه ماشي السرعه اللي هي مطلوبه في التدخل في هذه الحالات، لان كاين تهديد ديال حريه اشخاص وتهديدهم في الحياه ديالهم وفي كذا، ان هاد الاشخاص اللي جاوا ما عندهمش صفات ضبطيه. امتى تحرك ضابط الشرطه القضائيه؟ تحرك من اللي بيحر هذا المحضر. هذا المحضر فعلا تنقولوا في القانون انه محاضر ضابط الشرطه القضائيه يعتد بها ما لم يرد ما يخالفه، ولكن في اطار حاله تلبس وفي اطار ما عاينه ضابط الشرطه القضائيه نفسه، يعني فيما عاينه ضابط الشرطه القضائيه المحرر نفسه يدير واحد المحضر ديال المعاينه، يعني يكون محضر معاينه، يكون محضر مجرد ومستقل عن باقي المحضر. هذه المسائل حنا عنتروها في المحاكمه في المناقشه ديال الموضوع في اطار طبعا ديك الدفوع الشكليه اللي تيتقدم بها الدفاع في المناقشه القضيه، ولكن تنقولوا ان هذا المحضر راه انجز على واحد المجموعه ديال الاخطاء، واحد المجموعه ديال العلل اللي حنا عنبينوا للمحكمه انه ليس بمحضر حاله تلبس، وليس بمحضر يعني كامل يعتد به لانه التصريحات اللي جاوا ديال هاد البنات ما قراوش التصريحات ديالهم. ثانيا التصريحات المدونه عليهم خصها تقرا عليهم ولا تعطاو المحضر يقراوه وهما بصموا، خاصه انهم هما عندهم مستوى دراسي وتيعرفوا يقراوا وتيعرفوا يكتبوا، علاش عيبصموا؟
البصمة تؤخذ بالنسبة للأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة. احنا اللي تنقولوه بالنسبة لهذا المحضر سيتم مناقشته من الناحية الشكلية، وما إذا كان يتوافق مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة الشكليات التي يجب أن يحرر من خلالها محضر الضابط القضائية، وما إذا كانت حالة تلبس من عدم، وثانيا اش من حالة تلبس، لأننا جينا في هذا المحضر تقول الفتاتان أننا لبسنا لباس عادي تيدخل في إطار الحرية الشخصية ديالتنا، وهذا اللباس راه يباع في الأسواق. أما الإضافات أو لي كوبي كولي اللي كما قلتوا سميتوها انتم، هذه الإضافات يعني تطابق نفس الكلام، نفس الكلام، نفس التصريحات، وكأنه أريد بهذا الضابط باش يصرح هذه المسطرة. الخطير في الأمر أنه يصرحها في واحد السرعة لا مهما واحد السرعة خطيرة اللي ما تمكنش هذا الضابط باش يدير الاجراءات ديالو كما هو معود فيه وكيف ما هو مطلوب فيه، اي انه كان واحد التراخي في التعامل مع هذه الحاله. كان عليه ينتقل ويستمع لباقي التجار ويستمع للشخص، اللي احتموا عنده في المحل ديالو، ويدير حتى المعاينه ديال الاضرار الماديه اللي لحقت بالمحل ديالو، وينجز محضر متكامل باش انه كل واحد ياخذ الحق ديالو، ماشي اننا غنشدوا واحد جوج بنات ونديروا لهم كابش الفداء. نعم، يعني هذا المحضر يعني بشكل يعني ترون انه لا يجب ان يعتد به، يعني هو هذا سنناقشه امام القضاء الجالس كما قلت. القضاء الجالس هو الذي سيعيد ارجاع الامور الى نصابها. القضاء الجالس هو الذي سيتاكد ما اذا كانت الاجراءات التي انجز من خلال محضر اجراءات سليمه من الناحيه الشكليه، واش موافقه القانون ما هو منصوص عليه في قانون المسطره الجنائيه. طبعا حتى من خلال التعليمات اللي تعطت النيابه العامه بالوضع تحت الحراسه النظريه، هل الامر يتطلب وضع فتاتين ترتديان لباسا يدخل في حريتهم الشخصيه، لباسا غير خصنا بعد أن يحرر محضر وصفي لهذا اللباس؟ لم يحرر محضر وصفي لهذا اللباس، وما إذا كان فعلا يمس بالحياء العام من عدمه. هذه أمور سنناقشها أمام القضاء. احنا الآن في مرمى إعلامي، أنا ما كنتش في راسي بأنكم تستضيفوا هاد البنات، لو أنهم مالحوا باش أنك تحضروا، أنتم اتصلتوا بنا في آخر وقت. ضروري أنكم أن القضاء، نحن لدينا ثقة في القضاء، لدى ثقة في القضاء من ناحية أنه سيرجع الأمور إلى نصيبها، سيتبين بأن هذا المحضر أنجز على إجراءات باطلة، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. لدينا كذلك ثقة في القضاء اللي عينصف هاد البنات وعيرجع لهم الحقوق ديالهم، من الناس اللي اعتدوا عليهم، الناس اللي حاولوا يحلوا محل السلطة العامة في تطبيق القانون وفي في ضبط حالات لا يمكن ضبطها إلا من طرف ضباط شرطة قضائية، إذا ما كان فعلا يتعلق الأمر بمس بالنظام العام أو مس خطير قد يستهدف شخصا من معينا من عدمه. طيب، شكرا للأستاذ بكر سباعي. سأعود لك بطبيعة الحال من أجل الحديث في هذا الموضوع. نرجع لكم ما كتب في هذا المحضر، شيء خطير جدا، وهي اعترافات يعني خطيرة جدا، يعني تعترفنا يعني بأن كنا تلبسنا هذا اللباس من أجل هدف معين واستمالة الرجال، وتعترفنا أيضا في هذا المحضر بأن يعني صدركم باين وبأن أفخاذكم باينين، وهذا الشيء مكتوب وموثق بالمكان والتاريخ في 15 يونيو بالضبط على الساعة 8:45. كيف تعقب يعني الأخت على هذه المسألة؟ نبداو معك. هادشي اللي سمعتي، قرب الميكروفون اختي. ما عرفتش شنو بغيتي؟ انا بعدا ما قريت لا محضر لا. علاش ما قروش المحضر؟ قاريه ها كتعرفي تقراي، تعرفي تكتبي كلشي عندي مستوى دراسي زعما مزيان. ما علاش ما قريتيش؟ علاش ما طلبتيش؟ ما عطاوليش، قلنا عطينا نقراو، قال لي لا صافي كلشي اللي فيه صافي. بدينا عطانا الورق كيقلب شويه وكيعطينا بصمتوا على داك الشيء. علاش ما سنيتوش؟ ما عرفتش، انا اول مره بعدا ندخل تدخلي عند البوليس، ما عارفه شنو هو السيستم ديالو. انت انا قلت له في الاول عطيني نقرا المحضر، قال لي ما عندك علاش تقريه، ما كاين فيه حتى شي حاجه خايبه عليك هكا. قلت له عطيني بعدا نقرا ونشوف شنو كاين. قال لي ما تخافي والو، ما كاين فيه حتى شي حاجه خايبه اللي تقدر تضركم. وضعكم في الحراسه النظريه، هذا اجراء يعني صدر عن النيابه العامه، كيفاش تقبلتوا هذا الامر لانكم توضعوا تحت الحراسه النظريه؟ انا بعدا ما صدقتش ذاك النهار كاع.
لباس عادي يدخلوا ليه بنادم كان غير كنا بعدا دايرين شي حاجه وهو لبس عادي كلشي كيلبسو. شحال بقيتوا في الحراسه النظريه؟ 24 ساعه. 24 ساعه دزتوا عند النيابه العامه. تم الافراج عليكم بكفاله لا. او متابعتكم في حاله صراح؟ ما قالوش لينا راه كاينه بعدا كاع عندنا المحكمه عاود. تا جات واحد السيده قلنا لها بغينا الاستاذ بكار السباعي تولى القضيه ديالنا. هو فاش قال لنا راه نتوما راه باقيين تابعين ما كان في راسنا والو. كي دوزتوا ديك 24 ساعه؟ ما نقولش لك. قولي لي. البوليس كامل د الكوميساريه كل واحد يجي يطل ما خلاوناش كاع داك الليل نعسو. كيفاش كيجيو يطلوا؟ اجي نوضي دوري نشوف زعما داك الليل كامل داز غير بوقفي نوضي نشوف دوري شوف هكذا. كوميسار كلشي البوليس جا. لا بجوجكم ولا بجوج كيجيو وسط الليل تيفيقوكم؟ نوضي نشوف دوري وقفي وانت كتنوضي وكدوري وكتوقفي. فهمتي نقول شحال من واحد جا عندكم ديك الليله؟ لا عدد الكوميساريه كامله. كوميسار تقريبا واحد. شحال من كاع البوليس كاش نقولوا كاع البوليس جاو عندكم عاوتاني؟ ما مشكله هذه اللي جاو كاملين مشكله. اولهم واحد نوضنا في 6 الصباح قال لي فلانه نوضي. قلت لي نعم اشنو كاين؟ قال لي واش خوروكم بحال هكذا هكا بهذا بهذه الطريقه. والبوليسي الثاني جا نوضي وقف نشوف بدا في السبان الفعليه التركه بحال هكذا. سبان خايب. سبان خايب وين عليا في والديا. ما قدرتش نرد عليه. زعما تعامل معنا البوليس تما تا واحد جا واحد الكوميسير في الصباح فاش غيطلقونا قالوا لهم هو فاش جاو تخاصم معاهم قال لهم علاش دخلتوا هاد الدريات كوميسير يعني شحال من واحد جا فيقوا في ديك الليله ونوضي وشوفي ودوري؟ شحال من واحد؟ نقول شي 6 7 جاو كيجيو كيفيقوكم كيشوفوا تيخرجوا فونوضو سيرو. لا والغريب في الامر هما كيجيو في التليفونات لي فيديو ديال يعني يصوروا الناس ولا حتى داكشي كيجيو كيجيبوا التليفونات يقولوا لنا ربي نوضو نشوفوا كاع يعني الليل كامل وجايبين التليفونات ونوضو نشوفوا دورو فين نشوف دوري. هادو رجال الامن بزي مدني ولا بزي بزي ديالهم ديال الامن ديال الامن. هادشي فين بالضبط؟ في الكوميساريه فين زكان. الكوميساريه الكبيره ديال انزكان. الكوميساريه الكبيره ديال انزكان. وهذا الشيء هذا يعني هذا اجراء ديال النيابه العامه. انا ادعو السيد وكيل جلاله الملك الى الاستماع لافاداتكم لان هذه مساله خطيره جدا وهذا نوع من انواع التحرش. ماشي نوع، هذا نوع فظيع من انواع التحرش لان رجل الامن يفترض فيه واحد السلوك معين يتزن بالرزانه وبالحكمه وبالمواطنه وبالانسانيه وبخدمه الاخر، ماشي نوضي وقفي سوفي. انا لي الثقه التامه في السيد وكيل جلاله الملك بالمحكمه بإنزكان والثقه التامه في رجال الامن القائمين على تسيير الامن بمدينه إنزكان بشكل خاص واكادير بشكل عام. وانا ادعوهم فقط الى ان يستمعوا إلى ما جاء على لسان هاد البنات اللي هما متابعات بالإخلال العلني بالحياء العام. واخا هاد الإخلال العلني بالحياء العام وناقشناها ونضوا الجمعيات والمغرب كله كيهضر والوقفات عرفناها. هاد البوليس اللي كيدخلوا مع 6 الصباح ومع 3 ومع 4 كيفيقوا البنات تيقول لها فيقي نشوف، دخلت عليكم بالله اش باغي تشوف. هذا نوع من السلوك الشاذ ديال رجل الامن. انا شخصيا انا مصدوم من هول ما سمعت. هذه معامله لا تليق ببنات كتب عليهن ان يتابعن بهذه التهمه التي ستناقش يعني من طرف المحامين في جلسه واضحه يوم الاثنين. ولكن انا اتعجب الى شي بنت مسكينه بحال دابا نتوما وقع لها ما وقع لها ومشات ودرت على هذا الاجراء ديال الحراسه النظريه ويجيو البوليس يفيقوها مع 6 ومع 7 ومع 10 ديال الليل ومع 12 ديال الليل فيقي نشوف.
واش حنا دايرين عرض ازياء ولا حنا في كوميساريه ولا بغيت غنفهم. انا رسالتي موجهه للسي حبشان السيد وكيل جلاله الملك بإنزكان، انا احييه واتمنى ان يفتينا في هذه النازله وأن يقول كلمته في هذه النازلة. سيدي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، أنا أريد رأيكم في هذه النازلة. هل يعقل أن يتفرج رجال الأمن على بنات وضعنا في الحراسة النظرية بسبب المتابعة ديالنا بالإخلاء بالنظام العام؟ يجيو البوليس يفيقوهم مع العشرة ومع 12 فيقيو دورين نشوف وقفين نشوف كيفاش دايره. واش انت اللي كنتي في الفيديو؟ هذا تحرش جنسي واضح، هذا تحرش جنسي سيدي الوكيل. وانا بصفتي كمواطن مغربي اولا وبالصفه ديالي اللي كيمنح لي القانون كصحفي، واعتقد ان المغاربه كلهم غادي يتفهموا هذه القضيه، نريد ان تفتينا يا وكيل جلالة الملك في هذا الوطن السعيد في هذه المسألة. هل يعقل أن رجل الأمن يجي ينوض هاد البنات هادو بأي وجه حق؟ علاش غادي ينوضوهم؟ المحضر أنجز، هما تحت الحراسة النظرية، غادي يشوفهم إذا طلبوا الإسعاف إذا طلبوا شي حاجة غادي يحقوا يدخلوا عندهم. أما أنهم يدخلوا عندهم ويخرجوا عندهم وفيقوا ودوروا نشوفوا كيفاش دايرين وواش داروا لكم واش فعلوا لكم واش، هذه مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا 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 جدا. وغنوليو في قضيه اخرى، غنوليو في قضيه اخرى غتنضاف لهذه الفضيحه اللي كاينه دابا حاليا وهذا النقاش اللي كاين على الصايا وعلى المس بالحريه الفرديه في المجتمع ديالنا واحد مجموعه ديال الامور. لا نريد ان يكون حاميها حراميها، هذه مساله غير مقبوله. لا نريد ان نكون من الذين يدعون الناس الى البر وينسون انفسهم. لا نريد أن نكون من الذين يطالبون بتطبيق القانون وهم أول الخارقين لهذا القانون. لا نريد أن نكون من الذين يعني يقومون بأشياء مخجلة، أشياء لا تمت لمهنة الأمن بصلة، وأن يعني تشوه وتمس صورة أسرة الأمن التي نقدرها ونحترمها وعلى عيننا وراسنا، وعندنا خوتنا وعندنا خواتاتنا ونفتخر بالأمن اللي كاين في بلادنا. ولكن مثل هذه السلوكات يجب أن تصحح. ناس موضوعين تحت الحراسة النظرية عندهم حقهم، هذا لا يعني أن تتحرش بالبنات بهذه الطريقة. هذه خطيرة جدا، وهذه مسألة يعني يجب أن يتخذ فيها الإجراء القانوني اللازم، وأن يفتح فيها إجراء وبحث وتحقيق من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني ومن طرف القائمين على هذه القضية، لأن هذا مس. أستاذي الكريم بكر صباعي، كيف تعلق على هذه الواقعة؟ أولا أتأسف كثيرا لما سمعناه، وهذه المسائل أننا الموضوع ديالنا تنحاولوا باش أننا نقولوا بأنه كفى من تدخل المواطن في شؤون الدولة الصاهرة على تطبيق الأمن على اعتبار وعلى تطبيق القانون على اعتبار أن جميع المواطنين سواسية في الحقوق والالتزامات. ولكن حينما توضع فتاتان في مقتبل العمر ولا سوابق لهما مرتديتان لباسا يدخل في حريتهم الشخصية، وعوض أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بإجراءات يفرضها عليه القانون، وعوض أن تقوم النيابة العامة بالتأكد من حقيقة ما إذا كان هناك مس بالحياء العام، وما إذا كان هذا الضابط قد أنجز محضره بناء على المسطرة المطبقة قانونا. هذا النائب الذي يعمل طبعا في إطار عمله تحت مراقبة السيد وكيل الملك المحترم، كان عليه في إطار تحمله المسؤولية أن يتأكد من حيثيات القضية قبل أن يأمر بوضع فتاتين في مقتبل العمر لا سوابق لهما، وكانتا مرتديتان للباس هو من اللباس الذي تعملان به في محل للتزيين، محل معروف، محلات معروفة في المغرب ديال الاستيتيك وديال التجميل وغيرها، ويضعهم في الحراسة النظرية. هذا الشيء تيبين لنا أولا تراخي في التطبيق السليم للقانون،
ويربطنا كذلك بالمسؤولية المرتبطة بها المحاسبة، ويربطنا كذلك في الحكامة في تسيير مرافق حساسة، مرفق الشرطة، مرفق القضاء، النيابة العامة التي تسهر على التطبيق السليم للقانون، مع العلم أن الضابط القضائي تخضع لمراقبة النيابة العامة، ولا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بأي إجراء من الإجراءات المسطرة في قانون المسطرة الجنائية إلا بناء على تعليمات النيابة العامة. يحيلنا كذلك إلى أن الساهرين على الديمومة في مخافر الشرطة عليهم الانتباه، خاصة إذا تعلق الأمر بفتاتين لا حول ولا قوة لهما ليرتديان لباسا يدخل في حريتهم الشخصية، ولا يمكن الحكم عليه إذا ما كانت تنطبق عليه مقتضيات 483 من القانون الجنائي، الفصل 483 من القانون الجنائي. وهذا ما سنناقشه، لأنني لا أريد أن أبسط ما سأبسطه أمام القضاء في جلسة علنية سترجع الأمور إلى نصابها حتما وستنصف هاتين الفتاتين. ولكن أقول يحيلنا كذلك إلى ضرورة التأكد من مدى تأهيل الأشخاص الذين يقومون بالسهر على مرفق الوضع تحت الحراسة النظرية. هذه سلوكات خطيرة أستاذ. نعم، هي سلوكات خطيرة يعني لأن اليوم هاد البنات تجرؤوا باش يقولوا هذا الشيء بكل بساطة، لأنهم ربما حسوا بواحد الأمان في الحضور ديال الدفاع ديالهم، ولكن ما حال ذلك المواطن البسيط الذي لم يستطع البوح بما جرى له في هذه المخافر؟ هنا فعلا ضباط الشرطة القضائية عندهم تكوين معين. السيد العميد أنا أشكره الذي تدخل وقال من أمر بوضع هذه الفتاتين، وهذا إنسان يعني أنا أقف له إجلالا على اعتبار أنه أحس بنوع من المسؤولية. ولكن تلك العناصر الصاهرة على مرفق الحراسة النظرية، يعني تنقولوا الناس اللي توضعون في الجيور والناس المكلفين بالجيور، خاص جهاز الأمن يعيد النظر في الأشخاص اللي تيسهروا على حراسة المواطنين الموضوعين تحت الحراسة النظرية، لأنهم لم يقدموا بعد إلى القضاء، وإلى أنهم في نظر القضاء لا زالوا بريئين إلى أن تثبت إدانتهم بمقتضى ما سيقدمه هذا الضابط من أدلة ثبوتية. والحال أننا أمام هذا المحضر ديال النازلة ما فيه لا أدلة ثبوتية، كوبي كولي. الناس البنات يعرفوا عندهم مستوى دراسي لأن عندهم شواهد في الاستيتيك وشواهد في التجميل وشواهد مدرسية معينة، ويبصموا كأنهم أميين، وبصمة الأمي التي يعتد بها رغم أن هناك العديد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقد بهذا الخصوص أنهم وما يوقعوش. علاش؟ وأنهم ما يتعرضش عليهم المحضر ديالهم، وأنهم تخلف واحد المجموعة ديال المقتضيات القانونية اللي تنص عليها في قانون المسطرة الجنائية الجديد، واللي جات بعد صراع ديال الحركة الحقوقية، منها ضرورة إشعار محامي، من ضرورة إشعار العائلة. هاد الناس ما تشعر حق التزام الصمت أيضا يعني، والتزام الصمت كمعطى جديد في قانون المسطرة الجنائية. تنقول بأنه كفى من العبث، كفى من الاستهانة بحقوق المواطن، وكفى كذلك من التراخي. هذا التراخي اللي دار في هذه المسطره، واللي عطى واحد شرعيه تدخل هاد المواطنين في الشؤون العامه ديال الدوله، ومس بالهبه ديال الدوله، لانه كان اولى اللي توضع تحت الحراسه النظريه هم اولئك الاشخاص الذين حاصروا هاد الفتاتين، اولئك الاشخاص الذين عنفوهم عنفا نفسيا وعنفا جسديا، وعبروا على مصطلحات ديال الكراهيه، تنموا عن الكراهيه، وانهم حتى الاشخاص اللي جايين ما حاولوش انهم يسعفوا اشخاص في خطر. نعم، ربما يعني عدم تقديم المساعده لشخص في حاله خطر. نعم، عدم تقديم مساعده لشخص في خطر يجرمها القانون الجنائي المغربي. طيب. ولكن هذا القانون الجنائي اللي احنا كذلك تنتأسف عليه، لأن القانون الذي لا يحمي المواطنين ليس بقانون. طيب أستاذ، سأواصل مع فتاة إنزغان أو ما بات يعرف بالصايا وقضية يعني تفضلي، ما كتسمعناش مزيان؟ إلا ممكن يعني نعليو الصوت شوية باش يمكن نسمعهم بشكل أوضح. هذه المسألة يعني تعد مؤشر خطير جدا يعني ديال على ما بات يعيشه يعني المواطن في مخافر الشرطة، خصوصا عندما يكون هناك إجراء مرتبط بالحراسة النظرية. طيب يعني عشتوا يعني ليلة في الجحيم. لغد ليه تم تقديمكم الوكيل. أيوة، نائب الوكيل. صافي نزلنا عند الوكيل، شافنا ما قال والو، بعدا هو صافي قال لنا خرجوا.
ما قال لنا راه عندكم محكمه، ما قال لنا والو. صافي يعني قال لكم خرجوا صافي. خرجتوا نتوما وخبركم باللي راه كاينه المحاكمه؟ لا ما ما خبرنا والو، حتى قال لنا الاستاذ سفاعي. طيب بعد خروجكن يعني عذبتوا الكتاب الصحفيين في هذه الصياغه ديال لانه الامر ارتبط بكم بجوج. بعد خروجكن من المتابعه او متابعتكن في حاله صراح، تحركت الجمعيات. تبعتوا هذا الشيء ديال الجمعيات، تبعتوا هذا الشيء ديال المنظمات؟ كيجيو عندنا صحفيين بزاف قدام فين كنخدموا. صافي حتى ما بقيناش كنمشيو للخدمه، ولاو تابعيننا فيما غاديين، شي واحد جاي شي واحد غادي. صافي يعني اللي بغاكم كيتصل بالمحامي مباشر. اللي بغينا يتصل بالمحامي السباعي. طيب هاد الوقفات الاحتجاجيه اللي جات كتضامن معكم من طرف مجموعه من الجمعيات، كيفاش كتشوفوا انتم هاد الوقفات اللي داروا في مراكش، في اكادير، في الدار البيضاء، في واحد مجموعه من المدن المغربيه، ايضا حملات التضامن عبر الفيسبوك، كيفاش عشتوا هاد التضامن؟ يعني عاونونا وقفوا معنا. اش كنقولوا؟ ما شاركتوش في شي وقفه؟ لا ما قدرتوش؟ ما قدرناش. علاش؟ حيت قدر شي حد ما عرفتش، خفنا خايفين يعني باقي الاحساس بالخوف باقي مسيطر عليكم. ما خرجناش يعني الخدمه ما بقيناش كنمشيو ليها. طيب حياتكم قبل هذا الاعتداء وبعد هذا الاعتداء اللي تعرضتوا ليه، قبل هذه المتابعه وبعد هذه المتابعه، كيفاش تبدلت؟ شنو تغير فيها؟ تغيرات فيها شحال من حاجه. مثلا ما بقيناش قادرين نجلسوا في خاطرنا، نضحكوا في خاطرنا، شحال من حاجه. ولينا متبوعين بحال ولينا سارقين ولا قاتلين، ما عرفتش نقول لك. ابسط حاجه وشوش داروا ليها. كل نهار اشاعه، كل نهار يعني ولينا مقابلين النت شنو كيتقال. ملي كتقراو شنو كيتكتب عليكم، شنو كيكون احساسكم؟ شنو كيكون رد الفعل ديالكم؟ يعني الظلم. كتحسوا بالظلم؟ خبرتوا داركم بهادشي؟ لا. علاش؟ ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ حيت الظروف ديالها ما كتسمحش. يعني من المساله كتولي فيها متابعه وكتولي فيها جلسات، من العادي ان الانسان يخبر الدار ديالو. لا خصوصا انكم يعني تقدر توصلهم شي هضره ماشي صحيحه. هي باش ما توصلهم هضره صحيحه خاص توصلهم هضره صحيحه. خاص الهضره. فهمتيني؟ نقول لك لا بالخصوصيه كاينه الام ديالها مريضه. بالنسبه للخطيب ديالي انا ما يسمحليش. يعني المساله ممكن تخلق لكم مشاكل مع يعني حتى حياه المستقبليه. يعني انا تقدر تموت لي امي الا سمعت بحال هاد الهضره. ولكن يعني السياق اللي غتقال فيه ربما يعني ممكن تفهم هذه الوضعيه ديالكم او لا كتشوف ان ما يمكنش تفهم. نقول لك بحيت الهضره بزاف، هضره والكلام بزاف، ما تقدرش تيقني انا، تقدر تيق الناس اللي كيسمعوا والناس اللي الناس كل وحده واش كتقول، كل وحده واش كيقول بنادم. كانت نفس الهضره غاتمشي تصارحهم وتهضر معاهم، بحيت انا ما دايره حتى شي حاجه اللي نخاف عليها. هذا هو الاصل في المساله. ما دايره حتى شي حاجه، انا غير خايفه على السمعه ديالي وشحال من حاجه، وما نقدرش ندخل الوالدين ديالي في شي مشاكل اللي يقدروا في الاخر يسمعوا هضره منها كلام شحال من حاجه اللي تضرهم. يعني حتى ديك 24 ساعه بالنسبه للعائله انا كنت ما عمرها ما دخلت كوميساريه ولا دخلت ليها شحال من حاجه. انتم من نفس المدينه ولا من مدن مختلفه؟ انا من مدينه، من مدن مختلفه. من مدن ماشي من اكادير؟ لا ماشي من اكادير، انتم من مدن مختلفه. يعني وهذا هذا الموقف اللي انتم تعرضتوا ليه يعني لم يسبق لكما ان وضعتما في نفس هذا الموقف؟ بتاتا اكادير براسو ما كاينش هادشي. شحال دابا انت في اكادير؟ دابا شي 6 شهور. 6 شهور. نفس المده بجوجكم؟ نفس المده. عجبتكم المدينه؟ عجبتكم؟ مزيان لقينا فيها راحتنا، الناس ظراف. بعد اللي حد الساعه الناس اللي كنعرفهم انا كيتعاملوا معايا مزيان. الناس ديال هنا لا ما نهضرش الناس ديال الانسكان. طيب الجلسه عندكم من نهار الاثنين، شنو رسالتكم لكل من يهمه الامر؟
شنو رسالتكم؟ شنو بغيتوا تقولوا للناس اللي كيستمعوا لكم الان، مسؤولين، مواطنين، جمعيات، احزاب سياسيه، اعلام؟ شنو رسالتكم لكم؟ كنطالبوا ياخذوا لينا حقنا. هادشي اللي نقول لك، هذه اخر هضره نقول، ويرجع لينا الاعتبار ديالنا. بغيت حقي وحق كاع البنات اللي كيطراو نفس المشكل. يعني هادشي بزاف، كل نهار كنسمعوا على وحده جديده. نعم. كاينه المساله ديال المتابعه ديال اللي تحرشوا بكم 4 يعني تقدمت فيهم شكايه من طرف الاستاذ. الا ممكن تتنافحوا هذه الشكايه استاذ بكر؟ نعم. بعد ما حول هاد البنات، لان عندهم تعرفوا على هاد الاشخاص ب4 اللي كما سبق عطاو الاوصاف ديالهم لكم السي اديب. هاد حنا تحركنا بناء على الطلب ديالهم، وبناء كذلك على الطلب ديال واحد الجمعيات الحقوقيه اللي قنعتهم ضروره انهم يقوموا ويدافعوا حقوقهم. وهذه اول فكره قلتها لهم انا، قلت لهم ودي الى انتم عاقلين على هاد الناس وعندكم الاوصاف ديالهم وكذا، احنا مستعدين اننا ندفعوا شكايه باش النيابه العامه حتى هي تحرك في المواجهه ديالهم. فعلا هذا الشيء باش قمنا به. تقدمنا بشكايه للسيد وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه بإنزكان على اعتبار ان الاعتداء كان بمدينه إنزكان. الشكايه من اجل الضرب والايذاء والتهديد والتمييز وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، إضافة إلى الألفاظ الكراهية. تنعرفوا بأن القانون الجنائي المغربي تيجرم جميع أنواع التمييز والكراهية، إضافة إلى أن هناك عنف نفسي وعنف بدني، لأن ما نتساوش بأن كان التراشق بالحجارة كما قالوا. هاد جميع هاد المعطيات، كذلك ديال السب والشتم والقذف طبقا لمقتضيات المادة 27 من قانون الصحافة. هناك سيل من ديال الأفعال اللي ارتكبوا هاد الناس اللي احنا وجدنا فيها المتابعة. في هذا الخصوص تنتمسوا من النيابة العامة، وطبعا هذا هو الطلب ديالنا لها، أنها تسرع بالمسطرة بهذا الخصوص، باش هاد البنات على الأقل يحسوا بأنهم راه رجع لهم واحد شويه من الكرامه ديالهم، شويه من الاعتبار ديالهم. وتنقولوها من هنا، وتنتمنوا اولا تنتمنوا البلاغ الصادر عن السيد وزير الداخليه والبلاغ المشترك الصادر عن السيد وزير العدل كذلك، بان المواطنين خاصهم الا شافوا شي حاجه ماشي هي هذيك يخبروا السلطات العامه، لأن حتى في القانون ضرورة التبليغ عن الجرائم والجناح التي ترتكب، لأن المواطن عنده خص تكون عنده واحد اليقظة على الوطن ديالو، يكون عنده واحد الهم ديال الحفاظ على الأمن ديال بلاده، ولكن ما ينوضش هذا المواطن ويدير شرع يده ويدير أنه هو يحل محل السلطة العامة في تطبيق القانون، لأن كاين مؤسسات وكاين أجهزة، والقضاء هو اللي تيفصل في جميع الأمور. هذا هو المسألة اللي تنقولوا احنا صحيح. شكرا لك الأستاذ بكر السباعي المحامي بهيئة أكادير، والذي سيترافع إلى جانب زملاء له في المهنة من أجل هاد البنات هادو اللي غادي يكون يعني الجلسة ديالهم غتكون نهار الاثنين إن شاء الله، وهن متابعات بالإخلال العلني بالحياء. بغيت ناخذ هاد السيدة هذه لأنها كانت حاضرة معهم، نسمعها بدون ذكر الاسم ديالها بطبيعة الحال. لكن قبل ذلك بالنسبه لك يعني هذه التجربه اللي مريتي منها هي تجربه صعبه وتجربه مريره. المشكله اللي كاينه هو علاش يعني غتبقاي مخبيه على داركم هذه المساله هذه؟ يعني مادام ان الامور يعني الى مشات في الاتجاه ديال انه التبرئه ديالكم او لا يعني اسقاط هذه المتابعه عليكم، علاش ما تقولوش لداركم باش يمكن يعني تكون الامور واضحه، ماشي واحد النهار يكتشفوا او لا يعرفوا، لان الشيء ما كيتخباش. واحد النهار يشوفوا ولا يعرفوا انه وقع لكم مشكل غتوليو في موقف حرج. فلماذا هذا التخوف من اخبار الاسره؟ بحيث اولهم انا اللي فاستفتوني والدي الأكادير هنا صيفتني باش نخدم، ماشي باش يقولوا دارت المشاكل صيفتنا شحال من حاجه. حيت اولهم انا اللي هز عائلتي خدامه عليهم. يعني خايفه انهم يكون موقفهم او رد الفعل ديالهم يقول لك رجعي ما شحال من حاجه. وانت اختي نفس المشكل. نفس يعني المشكل. رجعي في حالك صافي، يعني صداع ومشاكل ضروري. نعم.
طيب هاد السيده كانت معكم هي من العائله ديالكم، الا ممكن يعني تقولي لنا اشنو وقع في اختصار، انت كشاهده يعني على هذا الواقع هذه، اشنو شفتي في هذاك النهار في انزكان بخصوص هاد البنات هادو؟ واش كتفقي مع هذا الشيء اللي قالوا او عندك شي اضافه بغيت تقوليها؟ تفضلي. في الحقيقه هادشي كامل اللي قالوا راه صح، انا كنت معاهم ويعني داك الشيء شفنا راه صدمنا بزاف. عشتي معهم التجربه هذه؟ كنت معهم انا. واش غنقول لك، يعني فينا هما الحقوق الانسان، وفينا هي الحريه ديالتنا، وفينا هي الحريه ديال الشعب كامل، وديال بناتنا والاصدقاء ديالنا. يعني هادشي ماشي وقع غير لهادو، راه وقع كاع البنات ديال المغرب كامل، ماشي غير شنو كان رد الفعل ديالك انت ملي عشتي معاهم ديك اللحظات ديال انهم استدن عليهم في ذاك المحل وخايفين والناس هاجمين عليهم؟ يعني حتى انا تصدمت، ما فهمت والو. وفي نفس الوقت حنا ملي استدعينا البوليس باش يجيو يوقفوا في جنبنا ويشوفوا شنو يديروا مع هذوك، صدقوا حنا اللي شادين البنات. وملي مشيت معاهم الكوميساريه قلت لهم واش غتلقاهم، كل واحد فيهم شنو كيقول لي، كل واحد فيهم شنو هضر كيقول لي، واش بحال هادو كيطلقوا من الناس، واش بحال هادو كيديروا، واش هادي ما هضره بزاف. تصدمتي؟ لدرجه ان كنت انا واقفه تما وجا الشيخ ديال انزكان وقال داك البوليسي، قال لي راه صيفطني القيد، اش باقي درتو مع دوك البنات؟ انا كنت حاضره وكنت قال لي صافي غير سير راه قول لي يكون هاني. وقلت انا زعما ملي قال لي كاك يعني زعما راه يقدر البنات غادي يخرجوا، وكل واحد فيهم كيقول لي لا راه البنات غيخرجوا، لا تسني غير شويه، لا هذه وما حسيت توكل لا راه البنات راه غادي يباتوا، راه هادشي خايب وخطير. طيب شكرا لك، شكرا للأستاذ بكار سباعي المحامي بهيئة أكادير الذي سينوب عن فتاتي إنزكان يوم الاثنين في جلسة علنية. شكرا لكم، وتنشكر جميع الزملاء المحامون من جميع هيئات المحامون بالمغرب اللي جاوا وعيجوا من مدن بعيدة واللي تطوعوا. كذلك تنشكر الجمعيات الحقوقية، تنشكر كذلك الإعلام الذي حاول أن يكون له أن تسبق مرافعته مرافعة الدفاع، مرافعة من أجل الحقوق والحريات، ومرافعة كذلك من ضرورة إعادة النظر في الفصول القانونية الغامضة، الفصول القانونية التي أصبحت ميتة مع ما حققه المغرب من تطور حقوقي ومن مكتسبات حقوقية ناضلت منها من أجل الحركة الحقوقية لسنوات. وأنا كذلك أتوجه في هذا الخضم إلى ضرورة إعادة النظر في جميع هذه الفصول التي لا أصبحت لا تتلائم مع المجتمع المغربي ولا تتلائم مع روح الدستور، دستور 2011. ونحن كذلك في خضم النقاش حول مسودة القانون الجنائي، نتمنى أن يكون هذا القانون الجنائي مرآة المجتمع، لأن القانون الجنائي هو مرآة الحريات، فإن ضاقت الحريات ضاق هذا القانون. وأتمنى كذلك أن من الصاهرين على إعداد هذه المسودة أن يأخذوا بعين النظر القانوني هذه الواقعة، لأنه لا يمكن أن نوضع نصوصا قانونية غامضة لا تحمل مواطن ويتعامل معها لكل منطقة، أو يتعاملها كل ضابط أو كل نائب أو كل قضاء حسب وجهة نظره في الموضوع. نتمنى أن يكون قضاءنا واضحا وشفافا وغير غامض ضمانا لحريات الأفراد وحقوقهم، في إطار طبعا ما حققه المغرب من مكتسبات، وفي إطار الحداثة التي نحن اخترناها كطريق للوصول بهذا البلد إلى الرقي. شكرا لك الأستاذ بكار سباعي، شكرا لفتاة إنزكان اللي وضعوا ثقتهم في راديو بلوس وجاو باش يتواصلوا مع المغاربه. شكرا لك بزاف، نتمنى ان شاء الله سيدي ربي انه يدير لي فيه الخير. شكرا لكل الساده المستمعين، كان هذا لقاء حصريا على راديو بلوس مع فتاتي إنزكان المتابعتين فيما بات يعرف بقضيه الصايا إعلاميا وقانونيا، هن متابعات بالإخلال العلني بالحياء العام. شكرا لكم، نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج بصراحة، إلى اللقاء. بصراحة مع أديب سليكي.